اليكسا نوري لي ريسبشن، نوري لي الليد بروفايل. بيقول لي يا باشمهندس من الاول انا عاوز اعمل بيتي سمارت هوم. بنشتغل ازاي؟ اول حاجه طبعا لازم نعملها في التاسيس ان احنا نبقى فاهمين وعارفين ايه اللي هيمشي سمارت معانا، ايه اللي احنا هنشغله سمارت معانا. فمهم جدا وتعمل حسابك ليها من الاول. مساء الفل. احنا هنا العميل طلب ان احنا نعمل سمارت هوم، وطبعا علشان خاطر نعمل السمارت هوم مهم جدا ان احنا نعمله وناخد بالنا فيه في التاسيس في الاول. احنا هنا معانا العلبه السمارت. العلبه السمارت معانا بالشكل ده، ممكن تقرب عليها عشان تشوف شكلها ونوريها للمشاهد لو حابب بعد كده ياسس سمارت هوم يعمل حسابه من دلوقتي. دي العلبه السمارت ودي العلبه الماجيك بتاعتنا العاديه خالص. العلبه السمارت هنا تعالى قرب، دي بتبقى كبيره علشان خاطر بيبقى فيه الجهاز السمارت بيبقى موجود جوه وزائد تجميعة الاسلاك. دي نقطه. النقطه الثانيه هتلاقيها عليها ميزان موجود بالشكل ده علشان خاطر برضه وزنتها. دي ما عليهاش ميزان، احنا بنوزنها عادي الطبيعي بتاعنا. ولكن السمارت لازم تبقى عارف من الاول ان الكلاينت هيبقى عاوز يعمل سمارت. بيقول لي يا باشمهندس من الاول انا عاوز اعمل بيتي سمارت هوم. بنشتغل ازاي؟ اول حاجه طبعا لازم نعملها في التاسيس ان احنا نبقى فاهمين وعارفين ايه اللي هيمشي سمارت معانا، ايه اللي احنا هنشغله سمارت معانا. يعني انا عندي هنا منطقه الريسبشن، ادي عندي 4 علب سمارت متاسسين معانا بالشكل ده. ال4 علب السمارت معانا بالشكل ده للريسبشن. عندي هنا للشاشه، للتكييفات، عندي تكييف هنا وتكييف موجود الجنب الثاني، عندي الانارات، عندي السبوت، عندي الليد بروفايل. فكل هذه خطوط هتمشي معايا على العلبه السمارت. فلازم وانا باسس سمارت هوم اللي هو اليكسا نوري لي الريسبشن، نوري لي الليد بروفايل، شغلي لي التي في، شغلي لي النجفه، شغلي لي التكييف. لازم من الاول ابقى عامل حسابي وشغال سمارت بايه؟ باول حاجه بدايتنا العلبه السمارت اللي معانا بالشكل ده. العلبه الماجيك اللي هي بتاعتنا الكهرباء العاديه اللي احنا بناسسها معانا. انا عندي مثلا باريزه خدمات، عندي برايز، عندي باريزه الشاشه، المجموعه بتاعت الشاشه بالشكل ده بتبقى برضه متاسسه. ادي برضه معانا يعني مثلا زي كشاف الطوارئ عاملينه علبه ماجيك عاديه، انما الانارات معموله معانا سمارت. ليه؟ عشان هنتحكم في الموقع بتاعنا او في الشقه بتاعتنا سمارت. فمهم جدا وتعمل حسابك ليها من الاول. بس كده. كان مع حضراتكم باشمهندس ابانوب مجدي من شركه ديكوريتيف. شكرا.